ما هي الفتوى التي خرجت بها عن قول العلماء؟ وأنا أخبركم إخواننا المسيحيين أنا أحبكم وهابي نيو يير ميري كريسماس. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. في العيد كانت تأتي إيمان وهي مسيحية وهي غير موجودة في الاستوديو، كانت تقول لي كل عام وانت بخير وسيم. إذا هنؤونا بالعيد نهنئهم بأعيادهم، نقول لا يجوز لنا أن نهنئهم بأعيادهم، لأن هذا إقرار لها وهي أعياد كفرية، فلا يجوز للمسلم أن يهنئ الكفار بأعيادهم ولا أن يعينهم. مرت الأيام فكنت أقول لا يجوز التهنئة، الآن أقول لكم وأتراجع عن ذاك القول الذي أسأل الحمد لله وأسجد لله شكرا أنه نجاني من هذا الفكر. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. يهدي به الله من اتبع رضوانه، أي تطلبه وابتغاه ورأى ما يرضي الله فقام به. سبل السلام، سبل هنا شرائع الإسلام. ولو رأينا صفات الاشتراك والاختلاف بيننا وبين الدين المسيحي واليهودي لوجدنا أننا نتطابق في الفضائل مع كل الأديان المسيحية واليهودية أكثر من 90%، وهذا يدلك على أنه جاء من مشكاة واحدة. فمعنى الدين إذا نسب لنبي أو نسب لغيره ليس معناه لا يدعو للحق، لا، كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه ناسخ لما قبله من الأديان. كل الأديان باطل ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، فدين اليهود باطل ودين النصارى باطل غير مقبول عند الله، لقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ما معنى الموالاة في هذه الآية، ومتى تكون الموالاة كفرا أكبر؟ الموالاة هي المحبة والمناصرة لهم والمظاهرة لهم على المسلمين ومدحهم والثناء عليهم، هذا كله من الموالاة. نعم. من كرم الضيافة الإحسان ولو خلقا وأخلاقا إليهم. أنت لما تذهبين للكنيسة ما بتكفرين ترى، ما بتطلعين على الملة. لا يجوز مشاركة أولئك في مواطن الكفر التي يشرك بالله عز وجل فيها ليل نهارا. لا شك أن دخولها في هذه الحالة أشد من دخولها وليس فيها في تلك الحالة من يشرك، لكن البنيان كله قائم على هذا الشرك. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ويوم تهنيهم انت ما بتخرج عن الإسلام. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. عندنا نحن طائفية دينية مسلم مسيحي صح، وعندنا طائفية فقهية. الله عز وجل من حكمته يعلم أن النسيج العربي يختلف، عندنا عرب يهود وعرب نصارى مسيحيين وعرب مسلمين، حتى لا يختلف النسيج قال لهم أنت لك صومعتك، أنت لك كنيستك، أنت لك مسجد، ودينكم وديننا من مشكاة واحدة. ما تشوف انبساطي هذا شيء طيب؟ طبعا شيء طيب من شخص من أمثالك. الله يسعدك يا أخي جوني. كلما الناس اتسعت في الدين أو اتسعت الطوائف الدينية أو اتسعت الأفكار كلما تعود الإنسان على قبول الآخر، غير لما ينتمي لفكر واحد. هذا قول باطل، ما فيها ديان صحيحة إلا دين الإسلام، وما عدا الإسلام فهو دين باطل. قال الله جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فهو رسول الله إلى جميع البشر بما فيهم اليهود والنصارى، والإسلام هو ما جاءت به الرسل كلهم على الإسلام، فكيف نقول نتحاور معه؟ نتحاور بين كفر وإيمان وبين توحيد وشرك وبين ضلال وهدى، هذا معناه التسوية بين الأديان الحق والباطل، وأنها في درجة واحدة. يجب الحذر من هذه الدعاية وهذه الفرية الضالة التي يروج لها من يروج، ومع الأسف يتفوه بها بعض من ينتسبون إلى الدعوة. مباركة المسيحيين في أعيادهم، هم يباركون لنا في أعيادنا في رمضان وغير رمضان. كنت دائما أتبنى فتوى وأقول هذا الكلام حتى لا يؤخذ كلامي السابق واللاحق، لأن عندنا دواعش مجندين للبرنامج هذا الحمد لله، وعندنا ظلاميين جاهزين يتابعون البرنامج أكثر من والدتي جزاهم الله خير. فأنا دائما كنت أقول ما يجوز تهنئة، ما يجوز كذا، لكن إذا كان فيه مودة
وتقرب ومحبة وزيادة الألفة فلا بأس. هذا لا يجوز إطلاقا، حتى وإن كانوا يهنئوننا بأعيادنا فإننا لا نهنئ بأعيادنا. والفرق بين تهنئتهم إيانا بأعيادنا تهنئتهم بحق، وأن تهنئتنا إياهم بأعيادهم تهنئة بباطل، لأن المهنئ لهم هنأهم بشعائر الكفر، كما لو هنأهم بعبادة الصليب أو هنأهم بأكل الخنزير أو بشرب الخمر أو ما أشبه ذلك. مع دخول هذا الشهر الميلادي تبدأ احتفالات النصارى بالكريسماس وأعيادهم. ما حكم مشاركتهم في احتفالاتهم سواء بعملها أو حضورها أو تبادل الهدايا فيها أو التهاني؟ لا يجوز كل هذا، لا يجوز مشاركتهم وحضورها. الله جل وعلا قال: والذين لا يشهدون الزور، يعني لا يحضرون أعياد الكفار، لأن حضورهم فيها إقرار لها ورضا بالمنكر، هذا لا يجوز، ولا تهنئتهم فيها. أنا والدتي مسيحية. والدي عمره ما قالها تسلم، بس اللي عرفناه إنه صحيح إنها لما تتوفى ما بيجوز نقول الله يرحمها. شوفي، مسألة الترحم على غير المسلمين أو مات على غير الإسلام، منهم من يرى أن يعني الرحمة نهى الله عز وجل شانه نبيه بالترحم أو الدعاء أو الصلاة على غير المسلمين، ومنهم من يرى أن في النهاية هذه رحمة الله عز وجل، وكلنا تحت رحمة الله، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، فهي مسألة خلافية. النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يزور قبر أمه فأذن له فزار قبرها، ثم استأذنه أن يستغفر لها فنهاه الله عن ذلك، نهاه أن يستغفر لأمه، دل على أن المسلم لا يستغفر للكافر ولو كان أباه أو أمه. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، أنزل الله هذه الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. نعم، مغفرة الله واسعة، إن ربك واسع المغفرة، فلماذا لا يغفر الله هذا الشرك؟ لماذا تقصر المغفرة عن هذا الشرك؟ والله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من الذنوب والمعاصي والكبائر لمن يشاء. هذا دليل على خطورة الشرك، أنه لا يغفر، بينما الله غفور رحيم. الله أخبر أنه لا يغفره لمن مات عليه. هذا يدل على خطورة الشرك. وفي الآية الأخرى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي الآية الثالثة: لئن أشركت ليحبطن عملك. الشرك يخلد صاحبه في النار، الشرك يحبط الأعمال كلها. فالشرك هو أخطر الذنوب هو الشرك، وأعظم ما نهى الله عنه